عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد من معرفة الشر الذي يهجم على الإيمان فيضعفه وربما نقضه. فإن هذا العصر عصر الشهوات والشبهات التي طغت على الأمة، دخلت في جوف بيوت المسلمين. منقصات وناقضات الإيمان كثيرة، وربما يحسن إجمالها في قسمين تتفرع عنها جميع المفاسد. الأول عوامل داخلية وأسباب ذاتية في نفسك، والثاني عوامل وأسباب خارجية خارجة عن ذاتك ونفسك. فمن أعظم العوامل الداخلية في إضعاف الإيمان وإنقاصه الجهل بالله، الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهل بشرع الله تبارك وتعالى الحكيم. وانظر إلى أنبياء الله كيف وصفوا أقوامهم بالجهل لما تركوا الإيمان. قال نوح: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني الذي أعرض عنه أكثر المسلمين واشتغلوا بأطباء الأبدان ونسوا معالجة أنفسهم وقلوبهم وإيمانهم الذي هو أزكى وأعظم وأبرك من جميع ما يملكه العبد. فالجهل داء قاتل، الجهل عدو صاحبه، فالجاهل يسعى في مصالحه وفي الحقيقة هو ساع في إردائها، هو ساع في إفسادها. فالواجب هو التعلم.